Tell me, you want me too. Tell me, you love me too. Give me one time, baby. 다시 한 번. Tell me. Okay, 방금 알지만 또 한 번. Tell me. Yeah, 계속 말해줘. 들어도 듣고 싶어. 어쩜 이런 일이 꿈인가 싶어. 어머나 좋아서 어쩌나. 다시 한 번 말해봐. Baby. Tell me. مرحبا، صباح الخير أو مساء الخير لجميع المشاهدين سواء الصونيز أو مرحبا بالمشاهدين الجدد. هذه صيان وقد عدت لكم بفيديو الحمد لله، حتى لو كان بعد أسبوعين من الدراسة، لكنني اجتهدت وحاولت قدر المستطاع أن أضعه في أسرع وقت. أتمنى أن تستمتعوا به على أي حال. هذا الفيديو هو أحد أنواعكم المفضلة التي تكون أفكار عشوائية، مقتطفات، وليست عبارة عن تحدي. لا أعرف، جميعكم أو أغلبكم يخبرني أنه يفضل هذا النوع من الفيديوهات التي تكون مجرد مقتطفات من حياة طالبة وفنانة في نفس الوقت، وأنا أحاول قدر المستطاع أن ألبي لكم طلباتكم. أول جزئية في هذا الفيديو هي تلوين لقطة من المانهوا خاصتي المستقبلية. لا أعتقد أنني تحدثت عن هذا الموضوع من قبل أو ذكرته في القناة، وهو موضوع المانجا المستقبلية. قصتها خيالية، وهذا مشهد منها. هذا إحدى البطلان، هنالك 4 أبطال، ولن أحرق لكم مطلقا القصة. أصلا لا أتذكر ما إذا ذكرتها من قبل أو لا، يعني ربما سمعتموها من عند هانا لأنها ستكون مانهوا مشتركة، كما رأيتم كذلك في إحدى شورتات هانا أو 3 أجزاء أردنا فيها يعني مشهد كذلك من المانهوا، وهي نفس المانهوا التي أرسم منها الآن المشهد. هي مانهوا لا توجد كما أخبرتكم، نحن نقوم بصناعتها، ومن الحماس الزائد نحن نرسم مشاهد قبل رسم المانهوا في حد ذاتها. أنا متأكدة حوالي 90% أن الجميع سوف يعجب بهذه المانهوا. لا زالت يعني لم ننجز منها الكثير، لكن القصة على وشك أن تكتمل، لكن إن شاء الله سنحاول في أقرب وقت أن نبدأ برسمها. نحن لم نبدأ بعد كما أخبرتكم، لكن أتوقع أنكم متحمسون لها وأنا كذلك. انهيت من الشاب الأول، وأنا الآن سأنتقل للشاب الثاني. المشهد وكما يبدو هو مشهد شجار بين الشخص الأول والثاني. لن أعطيكم أسماءهم بعد أننا لم نقرر الأسماء بجدية بعد، لكنهما يتشاجران لأن الأول شرطي والثاني مافيا كما تلاحظون. يعني الأمر واضح، لكن الفكرة في حد ذاتها لن أسربها. حسنا، دعوكم من موضوع المانهوا بأكمله ودعونا نتحدث عن تلوين الرسمة. اعتمدت فيه الماركرز والخشبي، أتوقع أن ذلك واضح، لكن في التصوير صورت لكم فقط الماركرز، حيث لونت أغلب الرسمة بها ووضعت أغلب الطبقات الرئيسية. لكن بالنسبة للبشرة اعتمدت على الأقلام الخشبية، لأنني لست متأكدة من مستواي في تلوين يعني الضربات والكدمات بالماركرز. خفت حقا أن أفسد جميع الرسمة، لذلك قررت أن أستخدم الخشبي بدالها، لأنه مضمون أكثر صراحة، وأرى أن مستواي في الخشبي أفضل بكثير لأنني مارسته منذ عدة سنوات، لذلك احترفته وأنا لا أخاف كثيرا عند استخدامه. كنت جد متوترة من تلوين الخلفية، لأنني خاطرت بتلوين الخلفية من قبل وكنت مصدومة لأنني خربت الرسمة، لكن الحمد لله في النهاية استطعت أن أصلحها، لذلك كنت متوترة. لم أجد موضوع أحسن من الموضوع الذي سأخبركم عنه الآن للتحدث عليه في الفيديو، لأن هذا الموقف كان من أصعب المواقف التي مررت بها، لكن الحمد لله يعني. والقصة هي أنه، وربما الأغلب لا يعرف أو ربما جميعكم أصلا لا تعرفون، أن في أحد المرات ظهر وجهي في القناة. وجهي ظهر بالكامل، والمشكلة ليس فقط أنا بل كذلك أفراد من عائلتي، يعني كانت فضيحة. كان في ذلك 3 أو 4 فيديو في القناة، وصراحة لم أحظى في ذلك الوقت بالعديد من المشتركين، لم أتجاوز 100 مشترك. سأكمل لكم باقي القصة في الجزء الثاني، أي بعد الشرح القادم. إذن في هذه الجزئية قمت بصناعة نوعا ما شكلين أو لا أعرف، سوف ترونهم من السيراميك، وسأقوم بتلوينها الآن معكم بالأكريليك. لدينا سواري أولا،
كان هنالك جزء من الفراشة مفقود، لذلك عوضته بالسيراميك، وسأقوم بطليه الآن، تلوينه. ولدينا تبقى لدي جزء صغير من السيراميك، قمت بصناعة هذا الشكل على أساس أنه فراولة. عند تلوينه سنرى لو كان على شكل فراولة حقا أو لا. والآن let's get started. فحضرت الألوان، المعدات والفراشة التي سأقوم باستخدامها. سأبدأ على الفور. ففي بداياتي كنت مبتدئة جدا في المونتاج، وجهلت معظم الخصائص الموجودة فيه، ومنها خاصية أنه بإمكانك إضافة مقاطع فيديو بين المقاطع التي أكدت عليها في البداية. أنا لم أكن أعرف، ظننت أنه بعد التأكيد مباشرة لا يمكن إضافة أي مقاطع فيديو. لذلك ماذا كنت أفعل؟ أضع صور مكانها، ثم أضع مقاطع الفيديو فوقها. سوف أريكم الخاصية ربما تعرفونها. فاستخدمت الصور ثم وضعت فوقها الفيديوهات، والصور التي استخدمتها كانت صوري وصور أفراد أخرى والكثير من الأشخاص. كان كل شيء على ما يرام، أي وضعت الصور، وضعت فوقها الفيديوهات، أي قمت بتغطيتها. لكن هذه الخاصية التي تضع بها المقاطع فوق الصور، عندما تحذف الشيء هي تبقى في مكانها، أي لا تتبع الصورة. أي أنا قمت بحذف مقطع من الفيديو، مما أدى إلى تباعد الصورة عن الفيديو، أي أصبحت الصورة في مكان والفيديو في مكان آخر، وأصبحت الصور واضحة للمشاهدين. والمشكلة الكبرى أنني كنت لا أراقب الفيديوهات بعد تحميلها، أي كنت أضعها مباشرة، أحمل الفيديو أضعه على اليوتيوب، ولم ألاحظ الخطأ في البداية، وضعته لا بأس. ثم كانت معي هنا هانا، لم تملك في ذلك الوقت قناة الرسم بعد، وكانت تحب مشاهدة فيديوهاتي لوحدها في المنزل، لكن في تلك المرة أصرت على مشاهدتها مع بعض. بالنسبة للمعة هنا، لو تلاحظون هنالك لمعة على جناح الفراشة، لا يبدو ذلك في الشاشة كثيرا، لكن هنالك لمعة. وأنا لدي هذه اللمعات تدعى بجليتر باودر، لكنني محتارة بين استخدام اللون الأبيض أو الأزرق. دعوني أوريكم. هذا اللون الأبيض هو مائل على البنفسجي قليلا، لكنه على الأغلب أبيض. الأزرق أما بالنسبة للرمادي لن أستخدمه، لكنني سأوريكم إياه. لازلت محتارة بين الأبيض والأزرق، لكن أعتقد أنني سأستخدم الأبيض على الأغلب، لأن ألوان الإسوار نوعا ما باهتة، هادئة ومائلة على الأبيض أكثر. لذلك لا أريد استخدام هذا الأزرق لأنه بارز كثيرا. سأجرب. فلحسن الحظ ولولا إصرارها لظهر وجهي ووجه أفراد عائلتي، فعند مشاهدته على اليوتيوب في ذلك حصل على 2 أو 3. أخبرتكم الحمد لله أنني لم أحصل على عدد كبير من المتابعين في ذلك الوقت. فعند مشاهدته ذهبت لإحضار وجبة خفيفة، وأسمعها تنادي من الغرفة، صيون تعالي بسرعة، ماذا يجري هنا؟ عندما ذهبت انصدمت من المنظر، في كل الفيديو فيه أفراد العائلة. صدمت بمعنى الحرفي، ظللت جامدة في مكاني، ثم أسرعت وذهبت لمحو الفيديو. الحمد لله لم يكن هنالك عدد كبير من الناس الذي شاهدوه، كنت أريد أن أغلق القناة وقتها كذلك، أنني خفت، قلت أنني مبتدئة وقد أفضح نفسي وعائلتي، لذلك سأمحو القناة. لكن هانا شجعتني وعائلتي أيضا، والحمد لله استمريت في القناة. كان حقا من أصعب المواقف التي مررت بها في مسيرتي. دون إطالة أكثر في الكلام، هذه نتيجة تلوين الرسم التي نالت إعجابي كثيرا، وعبرت عن المشهد الذي كان في بالي، وهذه نتيجة الإسوارة. هنالك فرق طفيف، لكن النتيجة على اليد تبدو جد جميلة، أحسن من التي كانت فارغة، وجد فخورة بها. أما عن آخر شيء، أنا جد فخورة بها وأحبها كثيرا، من أجمل التعليقات التي صنعتها وأحببتها. ماذا عنكم؟ أخبروني في التعليقات. شكرا لكم على المشاهدة، مع السلامة.
사랑한다고 날